عاملين ايه الاخبار؟ النهارده فيديو جديد. ايه اللي حصل ده؟ في كذا حاجه حصلت ورا بعض انا لحد دلوقتي مش فاهمها. يعني انا دلوقتي بسجل لكم والمايك كان فيه مشاكل والدنيا خربانه يعني، بس انا مش عارف ليه. يعني انا شخصيا مش عارف ليه ايه الدربكه اللي حصلت دي. انا المفروض ان انا كنت انزل كذا فيديو ورا بعض، يعني الفيديوهات اللي انتوا شايفينها دي كلها المفروض كانت تنزل واتسجلت واتمنتجت، بس لما بتنزل على برنامج المونتاج نفسه بيبوظ. فدي بقى مش عارف بقى ايه مساحه ولا ايه. فبس احنا عايزين بس ندخل في الموضوع وبس. معلش على الدخله دي، وانا كنت عايز طبعا اتكلم عن حاجات تانية بس دي خليها لفيديوهات اخرى. المهم خلونا نبدا الفيديو. البطيخ يا جماعه، كل واحد بيحب البطيخ. انا شخصيا يعني البطيخ ده بالنسبه لي فاكهه ظريفه. يعني الشخص اللي مش مصري مش هيفهم معنى كلمه ميه بطيخ. انا فاهمك بقى. ده مصطلح احنا دايما بنقوله للناس اللي نسيت. يعني مثلا ندي مثال، واحد عنده امتحان النهارده وهو ما راحش الامتحان تمام، ومش عارف ان كان في امتحان. فلما حد يقول عليه مثلا كلمه، يقول عليه يا عم ده عايم في ميه البطيخ، مش فاهم حاجه. ده بقى العوم في ميه البطيخ، ان انت مش فاهم حاجه وفي نفس الوقت مش حاسس باللي بيحصل حواليك. طبعا قبل بس ما ابدا اي حاجه، اشتريت بخور جديد مش عارف ليه، حاجه جميله قوي، وبخور من السعوديه المفروض، فهو ريحته فخامه يعني. بس يعني دي المعلومه الجديده اللي موجوده في القناه. المهم خلينا نبدا بالفيديو. احنا النهارده هنتكلم عن 5 مواقف حصلت لي عمت فيها على ميه البطيخ. طالما احنا قاعدين كده ايه صايمين وحاجات، جيب بقى ايه، جيب حاجه تشربها. لو انت فاطر، لو صايم زي اقعد معايا عادي يعني. وكده كده الفيديو بينزل بعد الفطار، فانتوا كده كده بتكونوا بتشربوا وبتاكلوا حاجه. اما لو انت صايم يعني، اول حاجه صلي على النبي ويلا بس نبدا عشان نقول لكم ال5 مواقف اللي انا حرفيا عمت فيها على ميه البطيخ. وعمت ايه ده، انا غرقت جوه ميه البطيخ. اول موقف معانا هو موقف غريب جدا جدا حصل لي. وقتها كنت في ثانوي. انا المفروض ان انا المدرسه بتاعتي كانت يعني مش بعيده عليا، كانت مثلا مواصلات عربيه مثلا واحده توديني، باخدها مشي بعدين يعني باخدها مشي كده حبه صغيرين. المهم يعني ان انا وقتها كان الموبايل بتاعي بايظ، طبعا مش عارف حاجه عن الدنيا. فطالما موبايلك بايظ يبقى دي مشكله في الفترات اللي زي كده، عشان جروب المدرسه وجروب مش عارفه الدفعه وجروب مش عارفه ايه، جروبات كده كتير بتفهمك ايه اللي بيحصل حتى لو انت مش بتروح المدرسه. فانا وقتها ما كنتش بروح، لو اي حاجه حصلت في الجروب بروح تمام، عشان وقتها برضو كنت بشتغل وبتاع. قعدت اسبوع او اسبوعين موبايل بايظ. الاسبوعين دول حصل فيهم امتحانات، وبعيدا عن امتحانات كان امتحانات فيصليه، كان اعمال سنه وحاجات زي كده. ولما موبايلي يشتغل لقيت كمية رسايل على الواتساب وكمية اتصالات جات لي. هلو ايه يا ابني، انت ما تعرفش مش عارفه ايه وايه اللي حصل وبتاع والحول. يعني تحس ان انا وقتها كنت مثلا من اهل الكهف، انا ما اعرفش حاجه. ايه يا جماعه في ايه؟ عموما يعني فهمت ان انا كنت عايم في ميه البطيخ وقتها. ادي موقف واحد. الموقف التاني ده اسخف موقف هتشوفه في حياتك وما تتمنالوش لألد اعداء. الموقف ده مش من بعيد يعني قريب. انا بروح الجامعه، بروح ادفع مصاريف، اعمل مش عارفه ايه وامشي. مش حوار يعني، مش بروح اصلا محاضرات للمعلومه. مع ان المحاضرات دي لازم ولابد ان انت تروح المحاضرات، ما تكونش زي يعني تكون علق يعني. انا دايما كنت بروح ما عملتش حاجه، ولا بحضر محاضرات ولا اي حاجه، والامتحانات العاديه بروح تمام، والميد ترم ومش عارف. لقيت قابلت واحد صاحبي، مش صاحبي قوي يعني معرفه، فعامل ايه الاخبار ومش عارفه ايه، واول مره اشوفه فعلا، كنت اول مره اشوفه. فقال لي بقول لك ايه، انا مش بشوفك يعني في محاضره مش عارفه مين ده، النهارده امتحان وبتاع. قلت له امتحان ايه تاني؟ انت ما بتحرمش. طبعا انا ما اعرفش ان في امتحانات ميد ترم في الفتره دي. في واحد يقول لي طب ما انت عندك جروب الدفعه او جروب مش عارفه ايه. انا كان عندي حاله اكتئاب ومش طايق نفسي، فانا كنت بروح اساسا الجامعه دي بالعافيه، فكان الموضوع سخيف جدا يعني. قلت له كل ده حصل. طبعا هو قال لي غالبيه الدكاتره. بقول له هو في امتحانات النهارده؟ بيقول لي بصراحه لا.
بتاعت خلصت امبارح. الناس ما عملتش لايك ليه؟ الناس ما عملتش لايك اللي قاعدين ليه؟ الناس تشرب ايه يعني؟ ابعت اجيب لكم حلبة حصل. في موقف من المواقف الصراحة يعني أنا مش عارف هو الموقف ده أنا كنت عايم فيه في مية البطيخ ولا أنا كنت ما عنديش دم في الفترة دي. يعني الموقف ده كان من سنتين بالظبط. مرة واحد صاحبي كلمني قال لي بقول لك ايه فلان، أيا كان بقى هو اسمه إيه، مش هجيب سيرتك يا يحيى، متقلقش. ابن وماشي مغفل وماشي بتاخد في اطلع من بوعك ماشي انما غبي يا ابن إيه والده توفى فقال لي بص احنا هنروح له ويبقى نشوف بقى ايه الدنيا. قلت له ماشي وانا معاك والدنيا تمام. فالمفروض ان واحد كان هيعدي عليا وهيعدي على صاحبي، يعني واحد صاحبي صاحب تالت لينا مع عربيه، ده الوحيد اللي في شلتنا معاه عربيه. طبعا كانت شله شغل وبتاع. فهو عدى عليا بالعربيه وعدى على الباشا التاني بالعربيه. الكلام ده كان الساعه كام يا جماعه؟ خلي بالكم الكلام ده كان الساعه 3. فقال لي قبل بس كده ما نروح ناكل اكله كده ظريفه عشان هنقعد طول اليوم هناك. فهو الكلام مقنع، احنا نقعد طول اليوم. فقلت ماشي تعال ناكل. اللي بعده يا اولاد المتنى. يلا بقى نروح عند الراجل ده. قال لي لا بس نحلي. اللي بعده يا اسطى نروح عند الرياد. استنى بس شويه طلع الدنيا مش هتطير. وسمعنا ان لسه العزا ما اتعملش. قلت له ماشي. قعدنا نلف نروح هناك وهناك وهناك لحد ما قلنا بقى خلاص بقى احنا تمام، الدنيا تمام وكل حاجه. نروح بقى عشان انا تعب. قلت له وانا كمان الصراحه. والتاني قال لي وانا كمان. وبتاع تعالى نمشي. طبعا انا روحت. طبعا الكلام ده بقى كان الساعه كام بقى يا ولاد؟ كان الساعة 9. صحيت من النوم. طبعا دلوقتي انت هتسأله سؤال مهم جدا وليه علاقة بالقصة، ان الباشا العزا بتاعه ده، ما هو ده بقى العوم في مية البطيخ. ده موقفين من ضمن مواقف كتير جدا. في مواقف لسه هقولهم بس انا مش هقولهم دلوقتي في الفيديو ده، هخليها في فيديو اخر. لازم اخلي فيه تشويق في الموضوع عشان انا شكلي حاسس ان انا طولت شويه. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه وفعلوا زرار الجرس يوصلك كل جديد من اللي احنا بنعمله. اعمل شير للفيديو، اكتب تعليقات، مش مهم اي تعليقات. شكرا على مشاهده الفيديو، اشوفكم الفيديو الجاي. رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين. طبعا مع السلامه، اشوفكم في الفيديو الجاي. الذكر فيك يطيب والقرآن